كلنا عارفين ان في يوم قيامه ربنا هيأمر اسرافيل ده هو نافخ الصور انه ينفخ النفخه الاولى، ودي النفخه اللي هتمحينا كلنا من فوق وش الارض. مفيش كائن حي خلقه ربنا هيفضل عايش، وزلازل وبراكين والدنيا تتكسر ونار من كل حته. خلاص ده اليوم اللي غضب فيه ربنا، مفيش منه مفر. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. طيب هنا العلماء والمفسرين قالوا ان بعد النفخه الاولى في 4 اشخاص بس مش هيموتوا: ملك الموت، واسرافيل اللي هو نافخ الصور، وميكائيل، وجبريل. ومش هيتفضل غير ال4 دول مع ربنا بس. بعديها ربنا يأمر ملك الموت انه يقبض ارواح الملائكه اللي احنا لسه قايلين اساميهم، وكده ما يفضلش غير ربنا وملك الموت. هنا ربنا يأمر ملك الموت انه يموت، ويموت ملك الموت، وما يتبقاش غير ربنا لوحده في الكون كله. وهنا ربنا هيتكلم وينادي، وربنا يقول: يا دنيا أين أنهارك؟ أين بحارك؟ أين أشجارك؟ وأين الملوك؟ وأين أبناء الملوك؟ وأين الجبابرة؟ وأين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ مفيش حد في الكون كله هيرد. وربنا هنا يرد على نفسه ويقول: لله الواحد القهار. وبعدين ربنا يحيى إسرافيل، وبعد ما يحيى إسرافيل يأمره إنه ينفخ النفخة التانية في السور. وبعد ما إسرافيل ينفخ النفخة التانية في السور، هنا كلنا هنصحى تاني. طب هنصحى تاني إزاي؟ والأرض اللي كنا فيها اتدمرت، وكان في زلازل، وكل العمارات وقعت، وكل الدنيا اتكسرت فوقنا. إزاي هنصحى؟ إحنا هننبت من الأرض. في عظم في جسم الإنسان في آخر العمود الفقري، العظمة دي الدراسات أثبتت إن عمر ما الأرض تاكلها، فربنا سبحانه وتعالى هينزل علينا أمطار، ومن هنا هننبت من تحت الأرض. وأول واحد ينشق عنه القبر ويخرج هو رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ما كلنا نصحى ونقوم عمالين نبص على الأرض كده، مش دي الأرض اللي احنا كنا فيها؟ فين الشوارع؟ فين العمارات؟ فين الأشجار؟ أيوة بالظبط، هي دي أرض المحشر. وربنا قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. طب ازاي شكل الأرض اللي احنا هنكون فيها دي؟ أرض فاضية كلها تراب، ما فيهاش أي حاجة. احنا دلوقتي عددنا في الكوكب حوالي 7 مليار وشوية، غير اللي ميتين وغير اللي هيجوا بعدنا. كلنا كده شوف عددنا هيبقى كام. هنكون محشورين في أرض المحشر، بنترعب، كل واحد خايف، لأن خلاص حرفيا هو ده وقت دفع الثمن بتاع كل حاجة. كل الذنوب اللي عملناها، كل المعاصي، هو ده اليوم. شايف كل الأحداث اللي بتحصل دي بتكون في يوم واحد بس. وأنا مش محتاج أقول لك إن الأيام عندنا غير الأيام عند ربنا. إحنا هنقعد في أرض المحشر 50,000 سنة، ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. يعني كل الأيام اللي عشناها واللي لسه الأجيال التانية هتعيشها هي ساعة واحدة بس في النهار. هنا كل الأمم خايفة، كلنا خايفين، بنقول مين هيقدر يشفع لنا عند ربنا إنه يدخلنا الجنة؟ مين أحق من أبونا آدم؟ خلقه ربنا بإيده الكريمة ونفخ فيه الروح. فهنا كلهم يروحوا لآدم عليه السلام ويقولوا له: يا آدم اشفع لنا عند ربنا. وهنا آدم يقول لهم: الله غضب اليوم لم يغضب مثله من قبل ولم يغضب مثله من بعد، روحوا لغيري أناموا لها. وهنا كلنا نروح لجميع الأنبياء لأن خلاص خايفين. بنروح لموسى ولنوح، وكلهم بيقولوا حاجة واحدة بس: نفسي نفسي، لحد ما وصلوا عند عيسى عليه السلام. وهنا عيسى عليه السلام قال لهم: روحوا لمحمد، له دعوة لا ترد، يعني دعوة هتتقبل. أو على فكرة كل الأنبياء كان ليهم دعوة لا ترد، بس كلهم عجلوها إلا سيدنا محمد سابها لليوم ده. يعني شوف إزاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحبنا وعايزنا كلنا ندخل الجنة. وبعديها هنا بيتفتح أبواب السماء وبينزل منها الملائكة، وعددهم أكتر من الإنس والجن مجتمعين. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وبعديها بينزل ربنا الواحد القهار، واللي شايلين العرش 8 ملائكة. تخيل معايا المنظر، هنا جميع الأمم كلها تجتمع عشان تروح لشخص واحد بس، واللي هو سيدنا محمد، ويقولوا له: يا محمد اشفع لنا عند ربنا عشان ندخل الجنة. وهنا سيدنا محمد يقول: أنا لها أنا لها، ويروح ليمين العرش بتاع ربنا ويسجد. وربنا يقول له: ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى وأشفع تشفع. ويرد عليه سيدنا محمد ويقول: أمتي أمتي. شايفين كل ده لسه قبل الحساب. وبعدين بتيجي جهنم من بعيد وشدينها 4 مليار و900 مليون ملائكة، شدنا عمالين يشدوها لحد ما يوصلوها أرض المحشر. وهنا ربنا يخلي النار تشوف وتسمع، وأول ما النار تشوف الكفار بتبدأ تغلي وتغلي. وهنا بعديها الكتب تبدأ تنزل. انت دلوقتي عندك كتاب بيكتب لك فيه كل الذنوب والمعاصي والحسنات اللي انت بتعملها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسبه حسابا يسيرا. وهنا الكتب تبدأ تنزل، والكفار بعد ما يشوفوا الحدث ده بيبدأوا يخبوا ايديهم الشمال ورا ظهرهم عشان مش عايزين يمسكوا الكتاب بالإيد دي، والكتاب ينزل ورا ظهره. هنا اللي مسك الكتاب بيمينه بيفتح الكتاب ويشوف كل الحسنات والخير اللي عملها، لأن ده فعلا دي أول علامة ما بين الجنة والنار. أما اللي مسك كتابه بشماله بيفتح يلاقي كل الذنوب والمعاصي اللي هو عاملها. وهنا يجي الأمر من ربنا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وطبعا يوم القيامة
القيامة ليه أحداث كتيرة جدا. بعد ما الحساب يخلص بنروح لآخر خطوة اللي هتحدد مصيرنا الجنة ولا النار، الصراط المستقيم. ايه هو الصراط المستقيم؟ حبل كده رفيع جدا وحاد كالصيف وفي ازاز وحاجات كتير ومش اي حد يقدر يمشي عليه. هنا كل امة بتروح للنبي بتاعها، وعشان احنا امة محمد هنروح لسيدنا محمد، وبعدين سيدنا محمد بياخدنا ونفضل ماشيين علشان نوصل للصراط المستقيم. طول ما انت ماشي انت مش شايف اي حاجة، كله اسود. وهنا ينزل علينا نور، وده بيكون نور اعمالك بتنزل على المؤمن عشان يشوف الطريق. في اللي بيبقى نوره قوي واللي نوره ضعيف، وفي اللي ما عندهوش نور خالص وده تلقائي بيقع في نار جهنم. بعد ما نوصل عند الصراط المستقيم كلنا واقفين ورا بعض خايفين مرعوبين، كله ساكت كله خايف ازاي هنعدي الصراط المستقيم وتحتينا نار جهنم. وهنا في لحظة صمت كلنا نسمع حد بينادي ويقول اللهم سلم سلم. عمالين نبص حوالينا مين بيقول كده اللهم سلم سلم؟ ايه ده سيدنا محمد بيدعي ربنا. هنا نشتد خوف ورعب اكتر واكتر، اللي هو سيدنا محمد بيدعي ربنا انه يعدي الصراط المستقيم، وبعديها كل الانبياء تردد وتقول اللهم سلم سلم. واول واحد يعدي من على الصراط المستقيم هو سيدنا محمد، ويعدي في رمشة عين. وبعديها امة محمد، احنا اول امة هتعدي من على الصراط المستقيم. في اللي هيعدي بسرعة وفي اللي هيعدي بالراحة، وفي اللي هيعافر ويمسك بايده الصراط المستقيم عشان يعرف يوصل، وفي اللي بيقع في نار جهنم. بعد ان شاء الله ما كلنا نعدي من على الصراط المستقيم وصلنا خلاص باب الجنة قدامنا واقفين ورا سيدنا محمد، بس في حاجة جوانا كده في قلبنا مش مرتاحين برضه. بنلتفت كده ونبص على النار، بنلاقي صحابنا وناس كنا عارفينهم في الدنيا في النار، وبعدين نلف وندعي ربنا يا رب كانوا بيصلوا وبيصوموا معانا. وهنا تيجي رحمة ربنا، اذهبوا واخرجوا من عرفتم، وناس كتيرة تخرج من النار. وهنا يجي علينا شفاعات سيدنا محمد لانه هيشفع لنا كتير جدا. يروح يسجد لربنا ويدعي له، وربنا يقول له يا محمد اذهب الى النار واخرج من كان في قلبي مثقال ذرة من ايمان. وهنا سيدنا محمد يستأذن ربنا انه يفتح باب الجنة ويخبط على باب الجنة، ورضوان خازن الجنة يقول من؟ والنبي يرد عليه ويقول انا محمد، ويتفتح باب الجنة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون قدرت ان انا اشجع حد فيكم ان هو يراجع حياته كده ويبص لنفسه.